أظهرت صور الأقمار الصناعية صباح اليوم في تمام الساعة 6:30 طائرة الأسد، حيث كانت تقلع من مطار تل أبيب. سنطلعكم بعد قليل على سبب الزيارة المفاجئ، ولكن الخبر الأهم أن الطيار واجه مشاكل أثناء الإقلاع، حيث توقف المحرك الأيمن عن العمل. حاول الطيار إيقاف الإقلاع والبقاء على المدرج، إلا أن المدرج لم يكن كافيا لأن الطائرة كانت قد اجتازت أكثر من نصفه، مما اضطره إلى الإقلاع مجددا. وفي صدمة كبيرة للطيار اكتشف أن المحرك الأيسر أيضا لا يعمل. حاول الطيار التواصل مع برج المراقبة الذي رفض بدوره مساعدة الطائرة. كان على الطيار العودة إلى المطار ومحاولة الهبوط مجددا، إلا أنه كان عليه انتظار الإذن من برج المراقبة الذي تأخر في إصداره. النهاية لا تزال غير معروفة حتى الآن، ويبقى مصير الطائرة مجهولا. سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل فور